جات في الكاميرا واعره. الله عمره وبارك فيه. عمل السنة المحترم السيد سفير سويسرا المحترم، السيدات والسادة الكرام، ضيوف سنة الأعزاء من خارج وداخل المملكة، Monsieur le représentant des cycles diplomatiques، أيها الحضور الكريم، تختتم الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلام، الذي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة مولانا محمد السادس نصره الله، في ظروف ملؤها الأمل والحلم، خاصة ونحن نعيش النتائج الإيجابية للحملة الوطنية للتوقيع مع هذه الجائحة. يختتم المهرجان الذي أصبح موعدا لا محيد عنه للتعريف بقضايا المرأة والدفاع عنها من خلال إبداعاتها وأعمالها السينمائية. تكريم لحظة اعتراف في حق فنانة مغربية وإنسانة مقتدرة ومحبوبة، من هي نجمة التكريم الليلة؟ لنشاهد.
بمواصفات فنية عالية وتجارب إبداعية متنوعة أهلتها لتلعب أدوارا مختلفة درامية وكوميدية، جعلتها من بين الممثلات الأكثر قربا وحضورا من قلوب الجمهور المغربي العاشق للفن الرفيع. نسيمها الإبداعي بدأ متألقا منذ أول تجاربها الفنية في الفيلم السينمائي الطفولة المغتصبة لحكيم نوري، تجربة كان لها الفضل في تعزيز المشهد السينمائي المغربي بممثلة تتقن أدوارها وتتوحد مع الشخصيات التي تؤديها بكل أناقة وإبداعية. أنا غير مدربش، ما عندي علاقة بأحد، ما باغي ندير علاقة بأحد. أدوار أهلتها للحصول على جوائز وطنية ودولية كجائزة أحسن ممثلة بمهرجان قرطاج السينمائي سنة 2006 عن الدور المركب الصعب في فيلم طفايا، حيث جسدت دور امرأة منذورة لليأس والفراغ في فضاء صحراوي لا يرحم. واش غنشوفو؟ راه بغيت نسولك على الفرح ديالك. لا شكرا. مكانة توريا تعززت أكثر في السنوات الأخيرة من خلال المشاركة في أفلام متنوعة، مشاركة أبانت عن نضج أكبر لهذه الفنانة المحبوبة. يكفي أن نذكر هنا دورها الخلاق في الفيلم القصير فوها لعمر منيرة، والدور المفارق للواقع بأبعاده الإنسانية والفنية في فيلم يوم وليلة للمخرج صديق دربها الإنساني والفني نوفل المراوي. أختي العزيزة، هاولي منك، عمرك ما تعطيش ندير شي بزاف. درع التكريم المهرجان نستقبل الفنان المقتدر والنجم محمد مفتاح. En hommage, nous accueillons une grande star nationale, mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Mohamed Miftah. Alors Touraya. السلام عليكم. واو، شاقة هي مهمة أخذ الكلمة بعد الشاعر والكاتب والصديق الجماهيري. صراحة أنا اكتشفت نفسي وأحببت نفسي من خلال كلماتك صديقي. يعني اللقاء لنا بعد هذا التغييب بسبب جائحة كورونا. شكرا لجميع الأصدقاء، الزملاء، المخرجين، العاملين، لكل واحد أساتذة الذين تعلمت منهم. العمل السينمائي عمل شاق ومتعب، ولكنه ممتع، والمتعة للعاملين فيه، للمبدعين وللجمهور كذلك وللمتلقي.
حسينا بالاهميه ديالهم وضمن البرامج ديالهم، لان بالفن نقدروا نرتقيو. الفن يقدر يكون محرك للتحضر والتقدم. عندي اون بونسي دابا كتمشي للرائدات الممثلات اللي شقوا لنا الطريق، اللي بداو في الاربعينات وفي الخمسينات، اللي مات منهم الله يرحمه واللي بقى الله يطول عمره. كنقول لهم باسمي وباسم الممثلات وباسم الجيل ديالي والجيل اللي دابا كاين عاد بادي، شكرا، الف شكر لكم والف شكر، وكل عام والسينما بخير، وكل عام ومهرجان مدينة سلا بألف خير. الكلمة الآن في المستقبل ان شاء الله الانسان ما عادش يكونوا في حاجه باش يناولوا كان قضايا المراه، وان شاء الله وننادي على السيد عزيز الهلالي. شكرا على التحاقك بنا في المنصه لتسليم طبعا هذه الجائزه، نركز جائزه لجنه التحكيم الخاصه التي تمنحها مؤسسه البنك الشعبي. وتحيه شكر مجددا الى كل الشركاء على الثقه، على الدعم، وعلى هذه التتويجات. لحظات قليله ويلتحق بنا السيد الهلالي. Une terre éventrée, un ciel obstrué de fumée. Le monde vomit ses perversités au sein de la nature ébahie. C'est l'histoire d'une famille qui porte le désir, comme celui de toute la communauté des hommes et des femmes, على الاستثمار في التعدد الثقافي. عرفت فيلمي هذوك النساء وعرفت نسهل. Merci à vous mesdames, merci. Une mention spéciale à partager avec nous. شكرا بزاف لكل الناس اللي معنا اليوم. وحنا حقوق المرأة وايضا تيشارك اليوم ويمكنوا يعاون في واحد لو ديبا ناسيونال اللي واقع اليوم هو على الحريه، ونخرجوا من المقاومه ان شاء الله نهار اخر باش نجموا احنا زاده نناولوا كل المواضيع. تويكا باش نتعداو باش نمد Africain, Rabat Suissi, groupe PMCE, السيدة أسماء الشفشاوني, merci de vous joindre à nous. Sous vos applaudissements, vous allez donc remettre le trophée. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. نحب نشكروا المشرفين والمشرفات على المهرجان والمنظمين والمنظمات للمهرجان. عدينا وقت ياسر حلو، واللقاء نتاعنا احنا الثلاثة زاد استمتعنا فيه برشا في النقاشات بيناتنا على الأفلام. المدير الفني اختار لنا 5 أفلام ونشكروه على الاختيارات نتاعو. ال5 أفلام هذوما أخرجوهم من إخراج النساء، وكان كمان المواضيع تابعين الأفلام هي مواضيع ممارسة الثقافة الفنية هي آخر حاجة رجعت، وأن المرافق الثقافية هي آخر بلاصة تحلات. كيحتم عليا نشكر درجة. عرفت دوما أنه بالكتابة عنها